مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فترة من الفترات كنت واحد من ضمن الفريق اللي كان مسؤول عن تعيينات او الاستافنج او الريكروتر بتاع بعض الاستاف اللي كانوا جايين للشركة عندنا او للبنك اللي كان عندنا. فكنا بنعمل معاهم انترفيوهات، والحقيقة في شوية حاجات انا لاحظتها دايما في حديث التخرج، وحتى مش حديث التخرج للاسف، لأن انا اكتشفتها كمان موجودة في الناس اللي موجودة بعد كده. في سنين اللي اتخرجوا بعدها، يعني حديث تخرج مثلا لو اخر سنه 23 بلاقيها موجوده في 22 و20 21. وكمان في ناس قبل كده بتعمل نفس بتلاقي في حاجات مشاكل من النوع ده. واحده من الحاجات الشائعه جدا ان انت تبقى كاتب في السي في بتاعك رقم تليفون، ورقم التليفون ده مغلق او مش متاح. ونيجي نتصل بيه اكتر من مره نلاقيه مغلق، بالرغم ان السي في ممكن يبقى كويس جدا وهايل. فدايما خد بالك من جزئيه زي دي، لان انت الحقيقه مش هيجيلك الفرص كتير، وان بنك او مكان يكلمك علشان شغلانه او وظيفه مش هيجيلك كتير. ودايما حاول تخلي الموبايل بتاعك في مكان فيه شبكه. ما ينفعش تحط رقم تليفون الشبكه بتاعته ضعيفه، الناس مش هتقدر توصل لك عليه، هيبقى فيه مشكله في الوصول ليك بشكل عام. فدايما خد بالك من النقطه دي. الحاجه التانية، في بعض الناس بلاقيهم كاتبين سيفيهات ما شاء الله جباره، وتيجي تتصل بالشخص ده بتلاقيه مثلا مقدم على وظيفه المفروض ان احتياجها اللغه الانجليزيه تكون بيقدر يتكلم، يكون ادفانسد، يكون قادر يتكلم. بنبدا ندخل في حديث مع بعض، بكلمه الاول بالعربي بيرد كويس الدنيا تمام، اقول له طيب خلاص هنعمل كونفرزيشن انجلش بحيث نشوف الانجليش اخباره ايه. تلاقي الشخص ده مش عارف يتكلم خالص، مع ان هو في السي في كاتب ان هو قادر يتكلم بشكل يعني بطلاقه بدون اي مشاكل وحاجات زي كده. في منهم اللي بيرفض تماما ان هو يتكلم. فدي جزئيه مهمه الحقيقه. انت يعني انا مش عارف بصراحه، الناس اللي بتعمل حاجات زي كده بتضيع وقتها ولا بتضيع وقت الناس اللي بتقدم؟ يعني انت دلوقتي بتقدم على وظيفه، في اتش ار بيحترم ان انت قدمت وبيدخل يشوف السي في بتاعك وبيكلمك علشان نشوف المرحله اللي بعد كده. الحقيقه انت لو في المرحله دي ما قدرتش تعدي، طب انت كنت بتعمل كده ليه من البدايه؟ انت بتضيع كل المجهود اللي انت عملته وكل الدراسه اللي انت عملتها. وحتى لو انت كنت قادر بتتكلم، يعني لما بتيجي في المرحله بتاعه الاختبار ما بتقدرش تأدي اي شيء. في منكم اللي بيبقى مرتبك، في اللي بيبقى خايف، حاجات زي كده. في بعض الاتش ارز بيبقوا فاهمين الموضوع ده، بيعيد المكالمه مره تانية مع الاستاف ده. بس في الحقيقه ان انت مش دايما هيجي لك الفرص دي. وزي ما قلنا قبل كده، في سوق العمل الحالي في مصر وفي وضع البلد الحالي مش هتلاقي فرص كتيره زي دي. انا فاكر تقريبا في 2017 في الاندكشن بتاعه البنك الاهلي كانوا بيتكلموا معانا في ان انت تقريبا علشان شخص واحد منكم يعدي من الاختبارات دي ويوصل لنا هنا النهارده ونكلمه، بيبقى قدامه 100 شخص تانيين اترفضوا او جالهم ريجكشن. ف يعني انا نصيحتي ليكم، بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده، دايما استغل الفرصه اللي بتجيلك، لانها مش دايما هتجيلك، والحياه فرص عموما. اشوفكم الحلقه الجايه.